لو عندك حد مش بيحب الجبنة القريش جربي طريقتي وهو هيدمنها. كريمي وجميلة ولذيذة. هجيب الكبة واحط فيها قطعة من الجبنة القريش، وهنزل عليها بطماطمايه صغيرة متقطعة، وفلفل اخضر حامي، لو عندك احمر تمام، مش بتحب الحراق حطي فلفل اخضر عادي، وزيتون اسمر او اخضر اللي يعجبك، ومعلقتين من الحليب. ما كانش عندي حليب فحطيت لبن رايب عشان يسهل الضرب بس، واضربهم كويس في الكب من غير ملح ومن غير اي توابل. الزيتون طبعا هو مملح، هيديها طعم ملح جميل جدا فيها مع نكهة الزيتون، هتبقى كريمي خطيرة. هنا خلاص بعد ما ضربتها شايفين القوام عامله ازاي؟ اصلا الولاد ما عرفوش ان هي جبنه قريش. وجبه صحيه متكامله جميله. حمصت معاها العيش، عيش توست، وكان فطار جميل جدا وسبايسي. بجد لو فعلا عندك حد مش بيحب الجبنه القريش جربي الطريقه دي وهي هتعجبك جدا. بعد ما عجبت الولاد رحت مقطعه لهم عيش ومحمصاه في الاير فراير وعملت لهم شاي بقى، قالوا لي مش عايزين شاي اخضر زي بتاعك وعملت لهم شاي واكلوا منها، مفكرينها جبنه كريمي، جبنه كوبايات، اي نوع جبنه تاني، ما حدش عارف ان هي قريش اصلا. لو عجبتك طريقتي ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وتشتركي في قناتي وتقولي لنا انت بتتابعينا منين. وبالهنا والشفا.